الجمهور المصري هو سبب خسارة المنتخب. عارفين ليه؟ علشان انتوا ما سمعتوش كلام اللعيبة لما قالوا لكم غيروا القعدة بتاعتكم. يعني البطولة اللي فاتت منحاسة معانا عشان حضرتك بتتفرج عليه مع صحابك، لا البطولة دي اتفرج عليها مع أسرتك في البيت. البطولة اللي فاتت انت بتاكل بقسماط وانت بتتفرج علينا، عشان كده منحاسة، ما تاكلش بقسماط وانت بتتفرج علينا في البطولة دي. اللعيبة قبل ما تبدأ البطولة بتقول لك انت هتبقى الشماعة بتاعتنا. اللعيبة عملت اللي عليها، المشكلة فينا احنا. جهاز فني غلط في غلط، اختيارات لعيبة غلط في غلط. يا راجل يا مؤمن، في مدير فني بيخش بطولة بيحصل بيعمل فيها روتيشن. بطوله من 6 مباريات بيتعمل فيها روتيشن. ما هو الروتيشن ده في الدوري ليه؟ علشان اللعيبه تقدر تكمل بدنيا بالبطولات اللي هي جنب الدوري، ولحد نهايه الدوري يحصل روتيشن للعيبه. في بطوله من 7 ولا 6 مباريات لما توصل للنهائي الاقي لعيبه في ماتش، الاقي تاني ماتش ما تلعبش ولا لعيبه عليها. ده مش اسمه بقى روتيشن، ده اسمه ايه؟ سوء اختيار لعيبه. الماتش الاولاني محمد هاني وحش، الماتش اللي بعديه عمر كمال بدأ وحش، نازل رجع تاني محمد هاني. باك شمال حمدي وحش، تاني ماتش لقيت فتوح، تالت ماتش لقيت محمد حمدي. قدام باك الوينج ليفت تريزيجيه وحش، بعد كده مرموش، بعد كده رجع تاني تريزيجيه. نص الملعب حمدي فتحي لا، امام عاشور ينزل، امام عاشور وحش يطلع، الاقي مش عارف مين نص الملعب. بطوله مش داخل عليها بتشكيل ثابت. امال الماتشات الوديه والتوقفات الدوليه اللي فاتت دي كانت سببها ايه؟ اختيارات لعيبه غلط. وانت رايح تلعب للبطوله ب4 حراس مرمى. ب4 ليه؟ انت يعني ب4 واخد لحارس مرمى الرابع اللي هو بتاع الزمالك ده، اللي هو اساسا مطرود من الزمالك الشهرين اللي فات، هو وفتوح. انت مختارهم بناء على ايه؟ يا راجل محمود حماده اللي نزل ضيع كرة قدام المرمى اللي زيزو اللي لعبها له، انت لو كان مكانه شيكابالا وعبد الله السعيد كانوا جابوا جول مرتاح. مش قادر تشيل 4 من اللعيبه، 4 من حراس المرمى، ما تقدرش تشيل حارس وتحط معاه لاعب زي شيكابالا احسن لاعب في الدوري قبل البطوله. الراجل ده لعب قدام فيرمينو ولعب قدام الاهلي السعودي، كان احسن واحد وخد احسن واحد في البطوله الوديه. عبد الله السعيد احسن لاعب في الدوري المصري وشغال حلو مع بيراميدز، ما اخترتوش. قيس بقى لو يا راجل ده محمد عبد الشافي اللي احنا يعني اللي الزمالك مرجعه من الاعتزال يلعب احسن من محمد حمدي عبد الشافي. لا اصل احنا مش عايزين لعيبه كبيره، لعيبه كبيره على ايه؟ يا عم انت راجل ما بتاخدش البطوله بقالك 13 سنه، انا مساعد اجيب عواجيز بس يكسبني البطوله دي وبعد كده اسرحهم بقى، هقول لهم خلاص يعتزلوا دوليا. طارق حامد فين؟ في مدرب يلعب ب3 نص ملعب ولا واحد فيهم صانع لعب متاخر، صانع لعب. مش عارف توصل مصطفى محمد ما بتجيلوش ولا كوره ليه؟ لان لعيبه نص الملعب ما فيش واحد بيعمل ثرو باص. في اول ماتش لقيت ان دي المشكله، نزلت امام عاشور، امام عاشور احسن واحد يصنع لك لعب نزل، عشان كده بان امام عاشور بان في الماتش اللي فات عشان كان بيصنع لعب بيعمل باصات كده لقدام كويسه. ازاي انت داخل البطوله دي الراجل ده تشافي وانيستا يتقال عليهم ديفندرات، لكن هم كانوا صناع لعب، هم ديفندرات في نص الملعب مع برشلونه بس هم صناع لعب. احمد حسن كان بيلعب رقم 6 بس كان هو بيصنع اهداف وبيجيب اهداف. حسني عبد ربه ديفندر رقم 8 بيصنع اهداف وكان بيجيب اهداف. اختيارك للعيبه والتشكيل غلط في غلط في غلط. انا مش عارف انا اللي بقوله ده صح ولا غلطان، اسباب كتير جدا. وارجع واقول كل اللي انا قلته ده غلط يا جدعان، والسبب خساره المنتخب، اللعيبه عملت اللي عليها، والسبب خساره المنتخب ان حضرتك ما غيرتش قعدتك وفكت لنا النحس. اصل اللعيبه عملت اللي عليها وانتوا اللي نحسنا يا جدعان. كلام انا صوتي مش قادر يطلع من ان انا عمال اضرب اخماس في اسداس لا مش نافعه خالص، مش نافعه.